انتي بتقولي ايه يا سميرة؟ انتي متأكدة من الكلام دوت؟ ازاي يعني زينب هتتجوز؟ قولي انك بتهزري او بتختبريني، صح؟ انتي بتهزري يا سميرة. طب وانا ههزر في حاجة زي كده ازاي يعني يا احمد؟ انا متأكدة من كلامي ده كويس. وبعدين يعني انت مالك اتخضيت كده ليه؟ انا ما كنتش اتوقع انك ممكن يكون ده رد فعلك لما تعرف ان زينب هتتجوز. انا نفسي تنساها بقى يا احمد، نفسي تنساها يا حبيبي وتتجوز وتشوف حياتك انت كمان. ساعتها احمد ما كانش مستوعب اللي اخته بتقوله ده ابدا، واللي عمله بعد كده ما كانش حد يتخيله. ومن هنا تبتدي حكايتنا، حكاية جديدة خالص هتعجبكم جدا ان شاء الله. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتقولوا ارائكم في التعليقات اللي موجودة تحت الفيديو. مستنية ارائكم الجميلة كلها. وقبل ما نبتدي نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وقبل ما احكي لكم القصة يلا اعرفكم بأبطال قصتنا. احمد شاب عنده 28 سنة، اتجوز زينب اللي كانت جارتهم في المنطقة. احمد كان شخص عصبي جدا جدا، وكان غيور على مراته جدا بشكل غير طبيعي. وفي يوم لقيها واقفة بتنشر الغسيل في البلكونة. خرج لها مرة واحدة وقال لها: ايه اللي بيحصل ده يا زينب؟ انت واقفة في البلكونة برضو ما فيش فايدة فيكي؟ هو انا مش منبه عليكي وقايلك 1000 مرة ما تخرجيش البلكونة ابدا؟ انا كلامي ما بيتسمعش يعني ولا ايه؟ في ايه يا احمد؟ مالك بتزعق كده ليه؟ انا ما بعملش حاجة عيب ولا حرام، وبعدين انا واقفة لابسة حجابي اهو، يعني مفيش مشكلة. انت ليه كل حاجة عايز تتحكم فيها كده وتمشيها على مزاجك؟ انت كمان بتردي عليا يا زينب؟ طب والله ما انت مكملة الغسيل اللي في ايدك ده. ويلا اتفضلي ادخلي على جوه على طول، اما شوفي ازاي تردي عليا وتكسري كلمتي كده. ساعتها دخلت زينب عشان جوزها كان صوته عالي جدا، والناس كلها كانت بتتفرج عليهم. لكن اللي استغربت له لما لقيته بيكمل الخناقة جوه في الصالة وقال لها: اسمعي بقى اما اقولك، انتي بعد كده تجيبي منشر من اللي بيجيبوه اللي هو الحديد ده، وتنشري الغسيل جوه هنا في الصالة. في ستات كتير قوي بيعملوا كده، وملهاش لازمة بقى خالص وقفتك في البلكونة ولا ان حد غريب يبص عليكي. انا مش فاهمة بس يا احمد انت ايه اللي حصلك؟ انت ما كنتش كده يا حبيبي ايام الخطوبة، ولا كنت بتحبكها عليا بالشكل ده؟ بصراحة يا احمد انا مش هقدر استحمل الحياة معاك بالشكل ده خالص. يعني ايه يعني الكلام ده ان شاء الله؟ هو انا لما اكون بغير عليكي وعاوزك دايما قاعدة في البيت ومحدش يبصلك ولا حد يشوفك ابقى كده بحبكها عليكي وتقولي مش هتقدري تستحملي معايا؟ يا احمد، يا احمد الغيرة لما بتزيد عن عندها بتبقى حاجة صعبة جدا وشيء سيء جدا جدا. يا ريت تخلي ما بيننا لغة حوار وتفاهم عن كده. وبعدين يعني انا مش هجيب منشر ونشر غسيل جوه الشقة، واحنا الحمد لله عندنا بلكونة كبيرة وبتدخلها الشمس ونور ربنا. الكلام ساعتها ما عجبش احمد، عشان كده فضل يزعق معاها اكتر واكتر. لكن زينب اضطرت في النهاية انها توافقه في رأيه وتنفذ اللي هو بيقوله. وفي مرة تانية لما رجع احمد من شغله استغرب لما لقى البيت فاضي. ساعتها عرف ان زينب بره، فضل قاعد مستنيها بس ما كانش طايق نفسه خالص. وبمجرد دخولها من باب الشقة وقبل حتى ما تسلم عليه زعق فيها وقال لها: كنت فين يا هانم؟ هي حصلت اني ارجع من بره الاقيكي مش في البيت من غير حتى ما تقوليلي ولا حتى تعرفيني رايحة على فين؟ لا انت كده زودتيها على الاخر خالص. في ايه يا احمد؟ مالك يا حبيبي؟ ما تهدى كده. انا كنت بشتري شوية طلبات للبيت، وعلى فكرة انا رنيت عليك اكتر من مرة عشان اعرفك اني خارجة، بس انت كان موبايلك غير متاح. ايوه انا موبايلي فصل شحن، وبعدين برضو ما ينفعش ابدا انك تخرجي كده وانا مش موجود، ولا تمشي كده من دماغك من غير ما تستأذنيني. ما كنت استنيتيني لحد ما ارجع من بره وانا هنزل اجيب لك الطلبات اللي بتقولي عليها دي. انت مش هتعرف تجيب حاجة يا احمد، انا عارفة بجيب طلبات بيتي منين وعارفة البيت محتاج ايه. وبعدين انت ليه كل حاجة لازم تفضل تكبر الموضوع فيها كده وتدقق عليها؟ في ايه يا احمد بقى؟
طب والله العظيم يا زينب ما انت نازلة من البيت ده تاني، وانا غلطان بقى اني سايبلك المفتاح وواثق فيكي كده، لكن من هنا ورايح هاخد المفتاح ولا نازل على الشغل، ومش هسيبلك اي نسخة خالص عشان ما تنزليش من ورايا تاني يا ست هانم. لا كده كتير قوي يا احمد، انا زهقت واتخنقت، دي كده ما بقتش عيشة خالص. وبعدين بقى لو انت زي ما بتقول خايف عليا او غيران عليا مثلا، احب اقولك ان دي مش غيرة خالص، ده اسمه شك. انت كده تبقى بتشك فيا لما تكون عاوز تمنعني من النزول او حتى اني اخرج البلكونة. حرام عليك بقى، انا تعبت، ارحمني بقى. يومها كانت خناقة كبيرة قوي بين احمد وزينب، لدرجة ان زينب غضبت وراحت عند اهلها، وهناك لقت اختها الكبيرة كانت موجودة هي وعيالها عند مامتها. لما قعدت زينب معاهم حكت لهم على كل اللي حصل بينها وبين جوزها. ساعتها مامتها استغربت جدا وقالت لها: يا نهار ابيض يا زينب، هو جوزك ده مجنون يا بنتي ولا ايه؟ وفيها ايه يعني لما تنزلي تجيبي طلبات بيتك، ولا حتى تدخلي البلكونه وتنشري الغسيل زي ما بتقولي كده؟ لا ده اتجنن خالص. يا ماما يا ماما، ده مش موقف ولا اتنين، انا كل حياتي معاه بالشكل ده لحد ما انا خلاص زهقت وجبت اخري منه. تخيلي يا ماما انه ما بقاش حتى عاوزني افتح باب الشقة اخرج الزبالة بره. هو معتقد اني لو خرجت زبالة وانا لسه واقفة قدام باب الشقة اي حد من الجيران هيبص عليا او هيحط عينه عليا. ده مريض يا ماما، مش طبيعي ابدا. طيب يا حبيبتي استهدي بالله بس كده، استهدي بالله، احنا مش عاوزين مشاكل يا حبيبتي. وبعدين ده انتم لسه متجوزين ما كملتوش شهرين، ازاي كل المشاكل دي تحصل كده في الفترة الصغيرة دي؟ ساعتها سمر اخت زينب اتكلمت وقالت لها: بصراحة بقى يا زينب، جوزك مزودها شوية قوي في الحتة دي. انا كمان جوزي عصبي وغيور، بس مش للدرجة دي يعني انه يمنعني اخرج البلكونة ولا اجيب طلبات لبيتي. انت يا حبيبتي حاولي تتكلمي معاه تاني بالراحة عشان تتفاهموا مع بعض، لان كده يا حبيبتي مش هينفع خالص، وحياتكم مع بعض هتبقى صعبة قوي. والله يا سمر انا اتكلمت معاه كتير جدا، لكن هو مفيش فايدة فيه. يا بنتي ده عاوز يحبسني في البيت من غير ما اخرج ولا اشوف الناس ولا حتى اجيلكم هنا. ده انا لما طلبت منه في مرة اجي ازوركم لقيته بيقولي استني لاخر الاسبوع عشان اجي اوصلك لحد البيت. انا مش فاهمة، بس مش فاهمة هو بيعمل معايا كده ليه. زينب كانت متضايقة جدا من تصرفات جوزها، لكن مامتها واختها فضلوا يصبروها ويهونوا عليها، وطبعا هي مطولتش عندهم كتير، قعدت يومين بالظبط وبعد كده جوزها جه عشان ياخدها. لكن لما راحت معاه البيت قعدت معاه وقالت له: اسمع بقى يا احمد، احنا مش عاوزين نشمت حد فينا ولا عاوزين حد يتكلم علينا بعد كده، يا ريت نتكلم مع بعض ونتفاهم عشان اللي بيحصل ده ما ينفعش ابدا. انت لازم يكون عندك شوية ثقافية اكتر من كده، ما ينفعش تخليني دايما محبوسة في البيت وتمشي اوامرك عليا. ليه دايما بحس انك كل حاجة واخدها قفش كده، مفيش عندك تفاهم خالص. لا بقولك ايه، اسمعي بقى انت يا زينب، عشان انا اللي بحط القواعد والقوانين هنا، لان انا الراجل، مش كلام واحدة ست يعني اللي هيمشي عليا. انا بقولها لك اهو عشان نبقى متفقين من الاول. خروج من البيت ممنوع، الغسيل زي ما قلتلك هتنشريه هنا في الصالة، وعشان ما يكونش عندك حجة انا جبتلك المنشر اهو، ومروحة عند اهلك هيبقى يوم واحد بس في الشهر، وانا اللي هوديكي كمان. مش عاوزك بقى تفضلي كل شوية تتحججي وتقوليلي رايحة عند اهلي، رايحة عند ماما، رايحة عند اختي. انا قلتلك اهو. لا ده كده كتير قوي بصراحة. انت بتعمل معايا كده ليه يا احمد؟ ليه دايما تفكيرك كده واسلوبك ما بيتغيرش، رغم اني قلتلك مش بحب الطريقة دي ابدا؟ انا نفسي نكون عايشين زي ايه اتنين متجوزين وعندهم لغة تفاهم وحوار. ساعتها احمد مهتمش بكلام زينب خالص،
وسابها تكمل كلامها مع نفسها ودخل ينام. إنما هي كانت متغاظة جدا من كل تصرفاته معاها، بصراحة هو يغيظ قوي. وفي مرة تانية بقى زينب كانت سامعة جارتها اللي في شقتها اللي قصادها بتصوت وبتصرخ وبتعيط جامد قوي. راحت بسرعة عشان تسلك ما بينها وبين جوزها، لأن هما كانوا بيتخانقوا مع بعض، وجوزها كان ماسكها رنينها علقة. وبعد الخناقة وقفت زينب مع جوز جارتها وقالت له: أنا آسفة يعني يا أستاذ إبراهيم لو كنت بتدخل في خصوصياتكم، بس كده بصراحة ما ينفعش خالص. انتم على طول بتتخانقوا ومسمعين الناس بيكم وبصوتكم، يعني ما يصحش انك تمد ايدك على مراتك بالشكل ده، ولا ان الناس تبقى على طول سامعة خناقاتكم بالطريقة دي. معلش يا مدام زينب، انتي مش عايشة معانا عشان تحكمي ما بيننا ولا تقولي ايه الصح وايه الغلط. هي دايما بتستفزني وتقلل مني قدام الناس، عشان كده انا بأدبها على كلامها وعلى حركاتها معايا، وانا اللي اعرفه ان يغلط لازم يتعاقب. كانت زينب بتتكلم مع جارها بخصوص مراته، لكن ما كانتش تعرف ان جوزها رجع من الشغل وواقف شايفهم. ساعتها احمد شد مراته من دراعها ودخل بيها على الشقة وقال لها: ممكن تفهميني ايه اللي بيحصل ده يا زينب؟ واقفة تتكلمي مع ابراهيم جارنا ده ليه؟ في ما بينكم ايه عشان تتكلموا مع بعض وتكوني واقفة قريبة منه كده؟ بقولك ايه يا احمد، بلاش تتكلم ولا تغلط من غير ما تكون عارف ايه اللي حصل. انا كنت بسلك ما بينه وبين مراته لانهم كانوا بيتخانقوا، وهو مد ايديه عليها كالعادة. وبعدين استاذ ابراهيم جارنا ده شخص محترم، وحتى ما بيرفعش عينه في اي حد لما بيكون بيتكلم معاه. يا ريت انت كمان بقى تعقل كده، ومش كل حاجة تكبر الموضوع عليها. هو ايه ده اللي شخص محترم؟ مفيش راجل يبقى محترم، وخصوصا لو لقى ان الست هي اللي بتتكلم معاه وبتتحشر كده في تفاصيل حياته. انت مالكيش دعوه بيه خالص، ولا هو ولا مراته، ولا تروحي عندهم من الاساس. انت فاهمه ولا لا؟ طبعا احمد كان مغلط مراته كالعاده في الموضوع ده، وكان شايف انها ما ينفعش يبقى ليها اي علاقه بالجيران، ولا حتى في حدود معينه. هي كانت دايما قاعده في البيت قافله على نفسها، ولا بتخرج ولا بتشوف اي حد، وده كله كان بأمر من جوزها. مرت أيام كتير، وفي يوم لما أحمد رجع من الشغل وكان قاعد بيتغدى مع مراته، اتفاجئ لما لقاها بتقوله: ايه النهاردة وصل الكهرباء جه غالي قوي يا أحمد، تخيل أنا دفعت مبلغ وقدره عشان ايه؟ استهلاكنا للكهرباء زيادة قوي عن كل شهر. ساعتها أحمد ساب الموضوع الأساسي وقال لها هو مستغرب: ايه انت بتقولي ايه؟ وصل الكهرباء جه غالي؟ طب وانت خرجتي ازاي للراجل محصل الكهرباء ودفعتي له الفلوس كمان؟ هو انا مش منبه عليكي ما تفتحيش لحد غريب طول ما انا مش هنا في البيت؟ انت بتقول ايه يا احمد؟ لا 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 لا، بجد انا مش فاهماك. يعني انت سبت الموضوع الاساسي اللي بكلمك فيه وبتسأل ازاي خرجت للراجل عشان احاسبه؟ طب ما هو طبيعي اني احاسب اي حد بيجي بفواتير، لانك انت مش موجود في البيت وانا اللي قاعده. انا حقيقي ما بقيتش فاهماك خالص. بقولك ايه يا زينب، يا ريت بلاش تخرجي عن الموضوع ولا تتوهي عنه. انا عاوزك تردي عليا وتفهميني ازاي يعني تقفي مع راجل غريب لوحدكم كده. مش عارفه تقوليله يبقى يعدي علينا وقت تاني لما انا اكون موجود في البيت. والله يعني انا كنت اسيب الراجل واقف واقول له معلش يبقى فوت عليا مرة تانية يكون جوزي موجود؟ والله يا احمد انت شكلك كده بتستهبل، وانا بصراحة الموضوع ده بقى يخنقني خالص. كل لما اجي اتكلم معاك في اي حاجة بتعمل معايا كده، انا تعبت. احمد يومها اتعصب على مراته جدا لدرجة انه مد ايده عليها، وكانت خناقة كبيرة جدا ما بينهم. عشان كده زينب غضبت عند اهلها لكن طلبت الطلاق. فضلت زينب غضبانة فترة طويلة قوي، واحمد اتفاجئ انها رفعت عليه قضية عشان تتطلق منه، وفعلا بعد فترة كسبت القضية واتطلقت. فضلت زينب غضبانة فترة طويلة قوي، واحمد اتفاجئ انها رفعت عليه قضية عشان تتطلق منه، وفعلا بعد فترة كسبت القضية واتطلقت، لكن اتنازلت عن المؤخر لانها تعتبر قضية خلع.
طبعا احمد بعد ما مراته اتطلقت منه كان حاسس انه مصدوم، وما كانش يتخيل ابدا ان الامور توصل لكده، لكن للاسف هو كان شايف ان هي اللي غلطانه. عشان كده لما قعد مع اخته قال لها: والله يا سميرة انا ما عارف ايه اللي حصل ده، مش عارف ازاي زينب يجيلها قلب تعمل كده وتتطلق وتخرب كل حاجة ما بينا بسبب تهورها بالطريقة دي. يعني فيها ايه يعني لو كانت سمعت كلامي والامور كانت ما بينا مشيت عادي يعني زي ما انا كنت عاوز؟ هي انسانة متسرعة جدا، واللي حصل ده كله بسببها. بص يا احمد يا اخويا، من غير ما تزعل مني، لو جينا للحق هنلاقي ان انت اللي غلطان، وان زينب مش غلطانة في اي حاجة. يعني انا من اللي عرفته ما بينكم واللي كنت بسمعه انك محبكها عليها قوي، وكل حاجة واقف لها على الواحدة. يا حبيبي كده مش هينفع، يعني الحياة بالاسلوب ده ما كانتش هتستمر، وطبيعي انها تطلب الطلاق وتبعد عنك. حتى انت كمان يا سميرة بتقولي كده؟ طب ده انت المفروض اختي، يعني تكوني واقفة في صفي مش في صفها هي. انا بجد مش فاهم ليه كلكم دايما كده فاهميني غلط، ومحدش قادر يستوعب اللي بقوله ولا يحط نفسه مكاني. يا احمد يا حبيبي انت سيد الرجاله، وطبعا محدش يقدر يغلطك في حاجه، لكن يا حبيبي طبعك ده صعب جدا ومحدش يقدر يستحمله. ما ينفعش كل شويه تقول لمراتك ما تخرجيش هنا ولا هنا، ولا حتى تروح عند اهلها. دي كلها امور طبيعيه وهي اكيد هتعملها. انت كنت فاهم الغيره غلط، كنت شايف انك المفروض تتحكم في مراتك زي ما يكون اشتريتها، لكن ده طبعا ما ينفعش ابدا يا احمد، هي مش جارية ولا عبدة عندك. احمد فضل يتكلم مع اخته كتير جدا، وفهم انه فعلا كان غلط. كان متضايق وحزين ان زينب راحت من ايده. حاول يعمل محاولات كتير مع اهلها انهم يرجعوا لبعض، لكن هي كانت رافضة بكل الطرق. وفي يوم لما كانت زينب قاعدة مع مامتها لقيتها بتقول لها: بقولك ايه يا زينب يا حبيبتي، انا يا بنتي كنت عاوزة اتكلم معاكي في موضوع كده، بس يا ريت تسمعيني للاخر وتبقي تردي عليا بعد كده. خير يا ماما في ايه؟ موضوع ايه يا حبيبتي؟ بصراحة كده يا بنتي انتي متقدم لك عريس، هو واحد كويس جدا وابن ناس، بس هو طلق مراته يا بنتي من فترة كده عشان ما كانتش بتخلف، ودلوقتي بيدور على واحدة تكون كويسة وبنت حلال، والناس يعني رشحوكم لبعض. انا شايفة يا بنتي انك تفكري، خصوصا انك خلاص خلصتي فترة العدة بتاعتك، يعني دلوقتي ممكن تتجوزي عادي جدا. طب هو مين العريس ده يا ماما؟ انا اعرفه يعني؟ كلميني شوية عن ظروفه وعرفيني حاجات اكتر. فضلت ام زينب تتكلم معاها وتقول لها عن العريس اللي جاي متقدم لها، واستغربت لما لقيت ان زينب مرحبة بالموضوع جدا وانها فعلا عايزة تتجوز. وده لما لقيت زينب بتقول لها: والله يا ماما طالما هو شخص كويس والناس بيشكروا فيه وفي اخلاقه يبقى ايه المشكلة؟ انا بصراحة مش عاوزة اكرر تجربة جواز فاشلة تانية زي جوازي من احمد اللي كانت قبل كده. مش عاوزة الناس يفضلوا يتكلموا عني ولا يقولوا اني مطلقة وقاعدة في بيت اهلي. عشان كده خلي بابا يسأل عنه تاني، وان شاء الله اللي فيه الخير يقدمه ربنا. ايوه كده يا حبيبتي، عين العقل، ربنا يكتب لك الخير دايما يا رب ويرضيكي يا حبيبتي يا بنتي. كانت زينب مسلمة امرها لربنا، وفعلا ربنا رضاها، والشخص اللي كان متقدم لها طلع حد كويس جدا والناس كلهم شكروا فيه، وكمان جه قعد معاهم وقروا الفاتحة. وفي الوقت ده كل الناس عرفوا ان زينب هتتجوز، ولانهم كانوا عايشين في منطقة ارياف فالخبر انتشر بسرعة جدا، لان الناس كلهم كانوا عارفين عن بعض كل حاجة. والخبر وصل كمان لسميرة اخت احمد. ساعتها راحت عند اخوها بسرعة وقعدت معاه عشان تحاول توصل له الموضوع، ولما قالت له ان زينب هتتجوز قريب غضب جدا، وكان مفكر ان اخته بتهزر او بتختبر رد فعله، لكن لما اتأكد ان الموضوع فعلا حقيقي اتعصب وقال لها: هي ازاي يعني زينب تنساني بالسرعة دي وتروح تتجوز كمان؟ انا ده كله قاعد مستنيها ترجع لي على امل اننا نكمل مع بعض، لكن هي تنسى كده كل حاجة وتبقى عاوزة تتجوز عشان تعيش حياتها. في ايه يا احمد يا اخويا؟ مالك؟ ايه يا حبيبي، دي سنة الحياة،
انت كمان المفروض تتجوز وتنساها بقى عشان تعرف تعيش حياتك. انما لو فضلت قاعد مستني على امل انكوا ترجعوا لبعض، ده مش هيحصل. عشان كده انا اللي بقولك انسى اي حاجة في سبيل انك تبقى عايش مبسوط يا حبيبي. انا بجد مش قادر اتخيل يا سميرة، ولا قادر استوعب انها تتجوز عادي كده ويبقى في حد غيري في حياتها له كلمة عليها. انا مش قادر اتخيل انها تكون مع حد تاني. يعني انا كنت مفكر اني لو سبتها فترة كده وجيت اتكلمت معاها واقول لها نرجع لبعض هتوافق، وكنت هتغير علشانها والله يا سميرة. لكن هي بالشكل ده قطعت كل حاجة ونهت كل اللي ما بينا. معلش يا احمد، معلش يا حبيبي، انا عارفة اللي انت بتقوله ده وفهمك كويس قوي وحاسة بيك كمان، بس احنا مش هينفع نجبرها على حاجة غصب عنها. زينب طيبة وكويسة وبنت ناس، عشان كده ربنا هيكرمها وتتجوز. وانت كمان يا حبيبي طيب، وربنا يعوضك ان شاء الله بكل خير. هو انت بتستفزيني يا سميرة بالكلام ولا بتغيظيني اكتر ولا ايه بالظبط؟ بقولك ايه، يا ريت تسيبيني بقى دلوقتي لوحدي، عشان انا مش طايق اسمع اي كلمة من اي حد. انا تعبانة قوي يا سميرة، يلا اتفضلي لو سمحتي. وقبل ما تتكلم سميرة او تبرر انها يعني ما كانتش تقصد، زعق فيها احمد وخلاها تمشي من عنده بسرعة. احمد ما كانش متقبل خالص ان طلعته تتجوز وتعيش حياتها، لانه كان بيحبها حب تملك وعاوزها تكون دايما معاه وبتسمع كلامه. مرت فترة طويلة وفعلا اتجوزت زينب، ولانهم كانوا كلهم في منطقة واحدة عرف احمد يشوفها. وفي يوم وهي ماشية مع جوزها كانت ماشية معاه وشكلها مبسوطة جدا. اتضايق احمد لما شافهم مع بعض وما كانش قادر يستحمل اللي هو شافه، ولقى نفسه من غير تفكير بيروح لها وبيقول لها قدام جوزها: ازيك يا زينب، عاملة ايه؟ انت عاملة نفسك مش واخدة بالك مني ولا ايه؟ ولا انت تقصدي تعملي كده عشان تفرزيني وتضايقيني؟ طبعا زينب اتفاجئت من كلام احمد، وجوزها هو كمان كان مستغرب جدا. لكن احمد كمل كلامه وقال لها: لا، وكمان طريقتك اتغيرت وبقيتي تلبسي حاجات غريبة عمري ما كنت اتوقع انك تلبسيها. انت شكلك اخدتي راحتك قوي بعد ما اتطلقتي مني. للأسف انا ما كنتش اتخيل انك تنسيني بالسهولة دي كلها. ساعتها جوز زينب اتعصب جدا وزعق فيه وقال له: هو في ايه يا جدع انت؟ مالك بتكلم مراتي كده ليه؟ وبعدين انت مالكش الحق انك تتكلم ولا تعترض طريقنا بالشكل ده. والله العظيم لو ما مشيت من قدامي دلوقتي لفرج الناس كلها عليك. ساعتها حصلت خناقة كبيرة بين احمد وبين ايمن جوز زينب، لدرجة ان احمد من عصبيته مد ايده على ايمن، والناس كلها كانت بتتفرج عليهم. وقتها الكل اتدخل ما بينهم عشان يسلكوه بالعافية، ومشى ايمن بعد ما اخد مراته، وما كانش طايق احمد ولا تصرفاته معاه. انما احمد بقى كان متضايق جدا ومتغوظ. عشان كده لما رجع البيت قعد مع نفسه وفكر كده انه يعرض مشكلته على جروب على الانترنت. وفعلا عرض مشكلته بالكامل على الجروب، وانتظر عشان يشوف رأي الناس. وقال: يا جماعة، انا مطلق ومراتي اتجوزت، ومن ساعة ما عرفت ان هي اتجوزت انا مش طايق نفسي ومش طايق اي حاجة في الدنيا. ازاي يعني يكون ليها جوز غيري؟ ازاي حد يشوفها غيري؟ ازاي حد يعيش معاها غيري؟ ازاي حد يبقى ليه كلمة عليها غيري؟ انا بجد هتجنن. وكانت تعليقات الناس كلها بتقول ان هو غلطان، وكان في تعليق لواحدة بتقوله: بصراحة بقى انت اللي غلطان، وانت اللي ضيعتها من ايدك وخلتها تكون مع حد تاني. الغيرة المفرطة بتهد اي علاقة وبتخربها، وياريت بقى تسيبها في حالها عشان تقدر تعيش حياتها كويس بعيد عنك. وتعليق كمان بيقوله: بصراحة انتم الرجالة دايما تكونوا عاوزين الست تمشي على مزاجكم وتنفذ كل اللي انتوا بتقولوا عليه. هي اكيد اتخنقت من اسلوبك معاها.
عشان كده اتطلقت منك، ومن الكلام اللي انت حكيته انت اللي غلطان بكل المقاييس. ساعتها اتخنق احمد لما قرأ تعليقات الناس. كان حاسس انه فعلا ضيع زينب من ايده بسبب غيرته الشديدة جدا وشدته وطعبه معاها. كلام الناس في التعليقات زود غضبه اكتر، لانهم اكدوا له انه فعلا غلطان. وفي يوم لما كان احمد في السوبر ماركت بيجيب طلبات، اتفاجئ لما لقى زينب قدامه. ساعتها حاول انه يفتح معاها كلام تاني وقال لها: ايه ازيك يا زينب، عاملة ايه؟ انا بصراحة ما كنتش اتوقع اني اشوفك هنا ابدا، لكن ده من حظي اني شفتك هنا بالصدفة، بالاخص بعد ما حصل اخر موقف ما بيننا وما بيني انا وجوزك. ساعتها زينب ما كانتش بترد عليه خالص، واخدت بعضها ومشيت على طول. لكن هو راح وقف قدامها وقال لها: للدرجة دي يا زينب مش عاوزة حتى تردي عليا؟ على فكرة انا عرفت اني غلطان وحسيت بغلطي في حقك لما ضيعتي من ايدي دلوقتي، بس انا عرفت قيمتك. بس والله يا زينب نفسي ترجعيلي، وانا هتغير يا زينب والله عشان خاطرك. هوعدك انك تلاقي حد تاني خالص، هبقى انسان تاني خالص، مش احمد اللي انت عارفاه، لا طبع ولا اخلاق ولا طريقة، كل حاجة هتتغير. بقولك ايه يا احمد، احنا ما ينفعش نفضل واقفين كده نتكلم مع بعض، لان الناس هيفتكروا ان في حاجة ما بيننا، وانا دلوقتي ست متجوزة، وبصراحة بقى انا بحب جوزي قوي وبحترمه جدا، يعني يا ريت مالكش دعوة بيا ولا تعترض لي طريق تاني. انت سامع ولا لا يا احمد؟ يا اما والله العظيم اجمع لك العيلة كلها وكبار البلد واحكي لهم على كل حاجة، وهم بقى يشوفوا حل معاك، لان كده مش هينفع. انت زي ما خربت حياتي الاولانية عايز تيجي تخرب حياتي التانية؟ انا لما صدقت ان ربنا رزقني بانسان متفاهم، انسان كويس، انسان محترم، مش شبهك شخص نرجسي. انت يا احمد شخص نرجسي ولازم تتعالج. انا شايفة انك تشوف دكتور نفسي يعالجك من اللي انت فيه ده احسن، لان انت كده انسان مريض. وبعد ما زينب قالت له الكلمتين دول سابته واقف ومشيت من قدامه، انما هو كان مصدوم وكان حاسس انها فعلا ما بقتش عاوزاه. ندم احمد انه ضيعها من ايده، لكن هو كان بيحاول يكلمها ويتواصل معاها بكل الطرق، وما كانش بييأس ابدا من انه يعمل كده. وده دليل ان هو برضو ما اتغيرش. ما هو لو كان اتغير ما كانش حاول معاها وهي ست متجوزة ان هي ترجع له، ازاي يعني؟ بس زينب بقى صدته، ما كانتش عاوزة ترجع له ولا حتى عاوزة تكلمه، لانها حبت جوزها اللي معاها ده. وعرف احمد انه فعلا كان غلطان لما ضيعها من ايده. سبحان الله يا اخي، ما هو الانسان ما يعرفش قيمة الحاجة فعلا غير لما تضيع من ايده. انت كان في ايدك انسانة محترمة، انت ما قدرتهاش وما عملتش ليها قيمة ولا عملت ليها كيان. اللي انت عملته دوت بوظت حاجة، كل حاجة، وبتضيع قيمتها ومكانها. انا شايفة انك تبعد عنها بقى، يعني ابعد عنها وخليها تعيش حياتها، خليها تعيش حياتها بالطريقة اللي هي عاوزاها، خليها تشوف الدنيا اللي ما شافتهاش معاك. انت من ساعة ما اتجوزتها وانت حابسها في اوضة مش هتطلعها منها، لا بلكونة ولا سلم ولا جيران ولا اي حاجة. هي دي عيشة؟ هو في حد يعرف يعيش كده يا بني ادم؟ انت ازاي يعني؟ طب ما تحبس نفسك انت كمان بقى، ما هي ممكن تكون خايفة عليك من الستات اللي في الشارع لحسن يضحكوا عليك، لكن انت شخص فعلا فعلا نرجسي. هي دي الشخصيات النرجسية بقى، ان هي بتحب تمتلك كل حاجة لنفسها ومحدش تاني حتى يتطلع عليها ولا يشوفها. ليه يا ابني؟ دي بني ادمة، دي بني ادمة، مش من حقك انك تمتلكها خالص. هي مش تليفون ولا لعبة ولا عربية ولا ميدالية عشان تمتلكها. دي بني ادمة، انسانة من لحم ودم، ليها حياتها وليها شخصيتها وليها كيانها وليها رأيها في الحياة. ما ينفعش ابدا انك تتعامل معاها بالطريقة دي. بنات ابعدوا عن الاشخاص النرجسية. لو انت مخطوبة او عارفة حد شخص نرجسي لازم تبعدي عنه، ما ينفعش ابدا، سواء راجل او ست،
لعلمك في ستات شخصيات نرجسية من أسوأ الشخصيات اللي في الدنيا. الشخصيات النرجسية دي ابعدي عنهم فورا، ينفجي بجلدك، مينفعش ابدا تقعدي معاه تاني. والحمد لله ان ربنا رزقك يا زينب بحد محترم وابن حلال. حافظي يا حبيبتي على بيتك الجديد وعلى زوجك، وابعدي بقى خالص عن كل وجع الدماغ وارميه ورا ظهرك زي ما انت عملتي كده بالظبط. انتهت حكايتنا، بس ما انتهتش الحكايات. دمتم في حفظ الله.